تعمل ايه لو هتتجوز وعايز تدار على مراته؟ النهارده صاحبنا محمد اتجوز على مراته زي ما كل اصحابه عاملين، وعشان يعرف يقابل مراته الثانيه قال للاولانيه حبيبتي انا هفتح مشروع مزرعه حجوج وهحتاج ان اسافر كل شويه للمزرعه، وفضل على الحال ده كل شويه رايح جاي رايح جاي لحد ما مراته قالت له عايزاك تاخدنا احنا والعيال نروح نشوف المزرعه. المهم كلم صحابه وقال لهم انا اتورط اعمل ايه؟ قالوا له ما تقلقش خد رقم ابو علي وهو هيظبط لك الدنيا. اتصل بابو علي قال له ايوه بكلمك من طرف فلان الفلاني. قال له ما تقلقش يا معلم انت دورك رقم 14، ولما هيجي دورك هكلمك واديك العنوان وافهمك الدنيا، هتدفع بس في الاول كده 5000 جنيه مصاريف اداريه. قال له مش مهم الفلوس المهم ما تقفش. المهم ابو علي ظبط له الدنيا واداله العنوان والميعاد اللي هيجي فيه. وصل محمد وكان مع مراته وعياله، وكان في المزرعه واحد اسمه ادريس اول ما شاف محمد قال له ازيك يا باشا؟ الحمد لله العجول خلفت واللبن زي الفل، بس محتاجين منك تجيب لنا علف علشان قرب يخلف. وقعدوا اكلوا والعيال شافوا المزرعه وفرحوا بيه وباتوا هناك. وبالليل جه ادريس وهو ماسك تعبيرين في ايد قال له يا باشا دول اللي انا عرفت امسكهم حوالين الاوضه بتاعتكم. مراته شافت المنظر قعدت تسر قالت له مشيني من هنا دلوقتي حالا انا مش جاي المكان ده تاني. فاللي عايز رقم ابو علي يكتب لنا في الكومنتات.